السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم ميس سحر صبري وكنوز الرياضيات. النهارده يا شطار يا باشمهندسين هقول لكم درس مهم جدا جدا هنعمله ان شاء الله على حوالي 3 حصص ان شاء الله، وهو درس الكسور وكل حاجة مرتبطة بالكسور. طبعا الدرس ده مهم جدا جدا لسنة رابعة وسنة 5 وسنة 6. لو انت داخل سنة رابعة راجعه كويس قوي، داخل سنة 5 هيكون مراجعة ليك، ولسنة 6 ان شاء الله. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اللايك وعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لكل الدكاترة المهندسين. ومش هطول عليكم ويلا بينا. اول حاجه يا باشمهندسين الكسور. الاول نعرف الكسر ده ايه، بيتكون من ايه او عباره عن ايه. الكسر ده طبعا بيتكون من حاجه اسمها بسط ومقام، وبيكون بينهم شرطه كسر. زي ما احنا شايفين نص 3 اخماس، بيبقى فيه رقم فوق ورقم تحت وبينهم شرطه. الشرطه دي بنسميها شرطه كسر. يبقى الكسر بيتكون من بسط ومقام، اللي فوق بسط واللي تحت مقام، ما ننساهاش بسط مقام. تمام. طيب انواع الكسور الاعتياديه ايه؟ انا عندي الكسور الاعتياديه بتنقسم الى اول حاجه عندي حاجه اسمها كسر الوحده، وكسر حقيقي، كسر غير حقيقي، العدد الكسري. طيب اول حاجه كسر الوحده. يعني ايه كسر الوحده؟ احنا اتفقنا ان الكسر بيتكون من بسط ومقام، فاول لما الاقي البسط بيساوي 1 واللي تحت طبعا اي رقم زي النص، الخمس، التلت، السدس، الربع، اول لما الاقي البسط ب1 اعرف على طول ان ده اسمه كسر الوحده. سميناه كسر وحده عشان البسط بتاعه ب1. طيب اول لما الاقي البسط اصغر من المقام ده اسمه كسر عادي، اللي بنسميه كسر حقيقي. الكسر الحقيقي بيكون اللي فوق اصغر من اللي تحت، عشان كده بنقول عليه كسر عادي، اللي هو الكسر الطبيعي اللي فوق اصغر من اللي تحت. زي مثلا لما اجي اقول لك 3 اخماس، 4 اسباع، ابص للبسط لو لقيته اصغر من المقام يبقى اسمه كسر حقيقي. تالت كسر معايا وهو كسر غير حقيقي. الكسر الغير حقيقي ده اللي هو الكسر الغير العادي، بيكون البسط بتاعه اكبر من المقام. ابص فوق هلاقي اللي فوق اكبر من اللي تحت، عشان كده بنسميه كسر غير عادي او كسر غير حقيقي، لان ما ينفعش الصغير يشيل الكبير فوق دماغه، فهتلاقي دايما الكبير فوق والصغير تحت. اخر نوع معايا وهو العدد الكسري، جاي من اسمه عدد كسري، يعني بيتكون من عدد وكسر. بنلاقي عدد صحيح زي مثلا 3 وجنبها كسر زي الخمس، التلت، الربع، يبقى بيتكون من عدد وكسر. تمام يا باشمهندسين؟ طيب عرفنا كده الانواع: كسر وحده، كسر حقيقي، كسر غير حقيقي، عدد كسري. طيب لو جالي سؤال وقال لي حدد نوع الكسر، ازاي اقدر احدده يا باشمهندسين؟ زي ما اتفقنا انت بيبقى عندك حاجه اسمها بسط ومقام، فانت بتيجي تبص للي فوق اللي هو البسط، لو لقيناه اصغر من اللي تحت، يعني ال3 اصغر من ال7، يبقى ده كسر ايه يا باشمهندسين؟ برافو عليك، اقول له كسر حقيقي. تمام. طيب لو لقيت اللي فوق اكبر من اللي تحت، يعني ال5 اكبر من ال4، يبقى ده كسر غير حقيقي. طيب لو لقيت عدد وجنبه كسر زي 5 و4 اجزاء، اول لما الاقي عدد وجنبه كسر يبقى اسمه عدد كسري. عدد كسري. شفتوا بقى يا باشمهندسين؟ هسيب لك دول انت تحلهم، تقول لي دول نوعهم ايه. اتفقنا البسط اصغر من المقام حقيقي، بسط اكبر من المقام غير حقيقي، عدد وجنبه كسر يبقى عدد كسري. تمام. طيب كده عرفنا الانواع، ننقل على اللي بعده. بعد ما عرفت الانواع، طيب ازاي احول بقى العدد الكسري الى كسر غير حقيقي؟ بيبقى عندي عدد وكسر، وبيجي يقول لي جنبها كلمه كسر غير حقيقي، او حوله الى كسر غير حقيقي. بصوا يا باشمهندسين، العدد الكسري زي ما احنا شايفين وهو واقف كده، اللي جنب شرطه الكسر ده احنا بنسميه ايده، واللي تحت طبعا رجله، واللي فوق طبعا راسه. انت وانت واقف كده مش هتلاقي في الجنب ايدك وتحت رجلك وفوق ايه؟ راسك. فاحنا بنقول كده ايده، رجله، راسه. فعشان احول العدد الكسري لكسر غير حقيقي بنعمل الاتي يا باشمهندسين. اول حاجه بنعملها ان احنا بنشد شرطه الكسر.
بعد كده بننزل المقام زي ما هو. المقام هنا كام؟ 5، ينزل زي ما هو. وبعدين اضرب ايده في رجله زائد راسه. بنقول 4 في 5 ب20، 20 و3 23. بس كده. شفتوا سهله ازاي؟ يبقى القاعده بتقول ايه؟ ننزل المقام زي ما هو، نضرب ايده في رجله زائد راسه. طب يعني ايه؟ يعني بنضرب العدد الصحيح في المقام وبنجمع عليه البسط. العدد في المقام زائد البسط. تمام؟ طيب تعالوا نشوف يا باشمهندسين برضو مثال احله معاكم واحده. بيقول لي حول العدد الكسري الى كسر غير حقيقي. اتفقنا هنعمل ايه يا باشمهندس؟ برافو عليك، انا سامعاك. شد شرطة كسر، انزل المقام زي ما هو 5 واضرب ايده في رجله زائد راسه. 3 في 5 ب15 و2 17. برافو عليك. طيب تاني هنشد شرطة كسر، انزل المقام زي ما هو 3 واضرب ايده في رجله زائد راسه. العدد في المقام زائد البسط. 3 في 4 ب12 و1 13. هسيب لك دول يا باشمهندسين، انت حاول بنفسك. تمام. طيب كده انا عرفت ازاي احول العدد الكسري لكسر غير حقيقي. طب يا باشمهندسين ازاي بقى احول العكس، الكسر الغير حقيقي لعدد كسري؟ طيب هنحولها ازاي؟ صلى على النبي كده عليه الصلاه وافضل السلام. بص يا باشمهندسين، اول حاجه بنعملها برضو بنشد شرطه كسر ونزل المقام زي ما هو 3 واروح اخبط على ال3 واسالها يا 3 انت جوه جدولك 17؟ قالت لا طبعا انا مش جوايا 17. هننقص 1 بقت 16. يا 3 انت جواكي 16؟ قالت لا طبعا. طيب ننقص كمان 1 بقت 15. يا 3 انت جواكي 15؟ قالت طبعا. فال17 دي هنخليها 15. 15 على 3 فيها الكام يا باشمهندسين؟ كام في 3 بيديني 15؟ قالت 5. الخمسة دي ده العدد الصحيح اللي بيتكتب جنب شرطة الكسر. والباقي يعني انا 17 خليتها 15 نقصت كام؟ 2. الاتنين دي البسط. نقول كمان مرة، بنشد شرطة كسر ونزل المقام زي ما هو وخبط على ال4. يا 4 انت جواكي 23؟ قالت لا طبعا. طب ايه الرقم اللي قريب من ال23 يا 4 جواكي جوه الجدول بتاعك؟ قلنا هننقص 1. قالت لا طبعا ولا ال22. انقص 1 21. انقص 1 20. قالت طبعا ال20 جوايا 20. طبعا انت بتكتب 20 عشان ما تنساش بس. شيل على 4 فيها ال5 نقصت كام؟ 3. شفتوا الموضوع سهل جدا جدا. يبقى انا بعمل ايه يا باشمهندسين؟ بننزل المقام زي ما هو ونساله انت جواك العدد ده؟ قال لا. بشوف ايه الرقم اللي قريب منه او افضل انقص لحد ما الاقي رقم موجود في جدوله اقسم عليه. العدد اللي بيتقسم بيتكتب هنا والباقي بيتكتب في البسط. شفتوا بقى موضوع الكسور سهل جدا جدا ازاي؟ هسيب لك دي يا باشمهندس تحلها، واكيد مع كنوز الرياضيات اكيد هتفهم وهتحب الرياضيات. اشوفكم ان شاء الله في المستوى الثاني في الكسور، وهو جمع وطرح الكسور ان شاء الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وبالنجاح والتوفيق باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد مع مس سحر. باي باي، مع السلامه.